بصوا كده يا شباب، ده موبايل ايفون 7 عادي جدا. مشكلة التليفون صاحبه غير له بطارية، ولكن بعد يوم واثنين وثلاثة البطارية ما بتزيدش عن 1%. يعني تشحنها تفضل 1%، مجرد ما تشيل منها الشاحن تفصل. فرأي وداه لأي حد الفنيين من غير ما يكشفوا عليه ولا يفكوه، اللي قال بطارية، اللي قال اي سي شحن، اللي قال فلات الشحن. ولكن المشكلة بتحصل كتير. دي بتكون ايه بقى المشكلة، او اغلبيتها بتكون ايه دايما؟ ان البطاريه بس اترفعت من مكانها، يعني عايزه تتفك التليفون وتركب البطاريه بطريقه كويسه، هيبدا التليفون يستقر معاك وهيشتغل. فخلي بالك لما يحصل معاك حاجه زي كده، اتاكد من البطاريه الاول قبل ما تركب اي سي او تركب فلاتة شحن. اتاكد من سلامه البطاريه انها راكبه بصوره كويسه، عشان دي بتحصل كتير والمشكله ابسط منها بكتير. انا حبيت اقول المعلومه دي علشان كل الناس تاخد بالها، مش اكتر من كده. جماعة للعلم، أي واحد اشترى تليفون جديد أو معاه تليفونه حاليا شغال وعامل عليه ايميل جوجل او باسورد، يكتبهم ويحتفظ بيهم في ورقه. ليه بقى؟ علشان الحمايه عليت، وده جهاز اهو قدامنا نسي رمز الحمايه اللي عليه ونسي جوجل اللي عليه. عشان يتفك هيكلفه اكتر من 800 جنيه فك الشفره على السيرفر بتاع الشركه. فعلشان كده لو رحت تشتري تليفون جديد او معاك تليفونك ومش حافظ الباسورد بتاعك او ايميلك، حاول تحفظ ايميل الجوجل بتاعك والباسورد بتاعه في ورقه خارجيه بره التليفون، عشان لا قدر الله لو نسيت رمز الحمايه وفرمته تعرف تفتحه تاني من غير ما يكلفك مبلغ كبير زي ده. الحمايه عليت غير الاول كان التليفون يكلفك 50 جنيه 100 جنيه كحد اقصى ويفتح، ولكن حاليا معظم الحمايات ما تكلفك من ال 500 جنيه او ال 400 جنيه توصل لحد 1000 جنيه.